السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا أحمد أبو زينة، والنهاردة هنتكلم في مشروع جديد. مشروع النهاردة استهلاكي رقم واحد، مطلوب كتير جدا في البلد. بنستخدمه في الكافيهات، في المطاعم، في القرى السياحية وفي الفنادق، في محلات الكشري، محلات المشروبات السخنة، في أي محلات إندومي للكشك اللي موجود في الشارع والحاجات دي. استهلاكه كتير جدا في البلد، بنستهلكه بطريقة فظيعة جدا يوميا. استهلاك تقريبا يومي متوسط 30 مليون أو 40 مليون قطعة منه. النهارده بنتكلم في مشروع الأكواب الورقية. مشروع مهم جدا ومردف، بس بشروط. في خبايا كتير جدا هنتكلم فيها، فخليك معانا عشان تعرف ايه هي الخبايا دي وازاي تكسب منه. فخليك معانا وان شاء الله نقدر نفيدك. اهلا بكم مرة تانية. مشروع الأكواب الورقية من المشروعات اللي ناس كتير جدا اتوجهت ليها الفترة الأخيرة بسبب اللي حصل في موضوع كورونا وغيره. عشان ابدا في المشروع ده انا محتاج حاجات معينه جدا ان انا اجهزها، ده بغض النظر عن الاوراق المطلوبه. الاوراق المطلوبه دي انت بترجع لحد مختص في المجال يقول لك الاوراق المطلوبه في المجال ده ايه بالظبط. طيب، انا عشان ابدا انا محتاج مخزن مساحته من 100 ل 150 متر، يكون فيه تهويه كويسه، ويكون المساحه ديت انا محتاجها عشان الماده الخام اللي عندي والمنتج التاني ومكان للمكنه. يكون عندي مساحه ان انا اشتغل فيها. وبالنسبة للمكن، فالمكن ده بيبدأ معانا في السعر من 9000 دولار لحد 50000 دولار. وليه بنحسب بالدولار؟ لأن المكن ده كله استيراد من بره. فلما بتكلم حتى المستورد اللي جابه من هنا اللي هو الوكيل بتاع الشركة الصينية اللي بيتكلموا في مصر بيكلمك بالدولار. كلمنا أكتر من حد وكلهم بيتكلموا بالدولار، مفيش حد بيتكلم بالمصري، جايين من كوكب تاني. فالفكرة كلها إن هما أجبرونا إن إحنا نتكلم بالدولار. فاحنا لما نيجي نحسب هنحسب طبعا بالمصري، احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا مش اجانب. فدلوقتي المكن ده بيبدا من 9000 دولار لحد 50000 دولار. في مكن بيعدي الكلام ده كمان، يعني احنا مش هنتكلم فيه اصلا. بالنسبه للسرعه، ففي مكن بيبدا معاك من اول 50 كوبايه في الدقيقه الواحده لحد 120 كوبايه في الدقيقه الواحده. الكلام ده كله بينهم كده بحر كبير جدا. ففي حاجات بتنتج 70، في حاجات بتنتج 80 90 لحد ما توصل ل 120، في حاجات بتعدي ال 120 كمان. فموضوع المكن خلينا نتكلم دلوقتي في الحاجه اللي هتنتج لنا 70 كوبايه في الدقيقه، ده المتوسط. دي تقريبا سعرها عامل حوالي 10000 دولار. الكلام ده هقول لكم برضو هتجيبوها بالسعر ده ازاي. بتقف عليك في الاخر بحوالي 12000 دولار. المكنه دي نفسها لو جبتها من وكيل هنا في مصر هتعدي الكلام ده جامد، لان في حد قال لي عليها هنا في مصر 30000 دولار. ودلوقتي خلينا احنا خلاص عندنا المخزن وحطينا في قلبه المكنه بتاعتنا، وخلاص قررنا ان احنا نشتري الماده الخام ده عشان نشتغل. بالنسبه للماده الخام انا كلمت اكتر من 4 تجار، المفروض ان هم تجار جمله بيبيعوا الماده ديت في مصر هنا. انا سمعت اسعار خوفتني من المشروع اصلا، وقالت لي ان انا خلاص انا مش هعمل دراسه الجدوى دي، لان دراسه الجدوى خسرانه جدا. طب ليه؟ لما سالت قالوا لي ان الورق ده مقطع جاهز عشان تبدا على طول شغل على المكنه اللي انا هجيبها. الطن بتاعه عامل 74000 جنيه، وفي ناس تانية قالوا لي 75000، وفي ناس تالتة قالوا لي هتاخدها رول من غير ما تقطع ب 69000. فخلينا دلوقتي ان احنا واخدينها مقطعة جاهزة ب 74000 جنيه. طب حلو جدا. الطن ده بقى هينتج لي قد ايه عشان ابيعه واشوف انا اكسب ولا اخسر؟ الطن ده بينتج لي متوسط 200 كرتونة مقاس 7. طيب ال 200 كرتونة دول عشان ابيعهم بقى ابيعهم بكام؟ لو ضربتهم في سعر النهارده، الكرتونه النهارده عامله 380 جنيه. طب لو ضربت بقى انت ال 200 كرتونه دول في 380 هتدوك تقريبا 76000. يعني انا شاري ب 74 وهبيع ب 76. طب فين بقى يعني مصاريف مصنعي وعمالتي وكهربتي والنقل فهتلاقيني خسران بالميت خالص كده في الطن 10000 جنيه خساره، مش مكسب. فدي كانت من ضمن الاسباب اللي خلتني ان انا اصلا ما كنتش ناوي ان اعمل المشروع ده. فلما جيت تاني بحثت وشفت الدنيا فيها ايه بالظبط،
لقيت ان انا الافضل ليا ان انا استورد الكلام ده من بره. طب انا لو جيت استوردت الكلام ده من الصين، وفي موقع دلوقتي هسيبه لكم في الوصف، الموقع ده انت بتخش عليه، الموضوع فيه سهل جدا في انك تستورد من عليه، بيوصلك بالتجار هناك مباشر. طيب الطن المقطع جاهز اللي هم هنا بيقولوا عليه ب 75 و ب 74 الف، هناك هيقف عليك ب 1050 دولار، ده المتوسط، في حاجات اقل من كده وفي حاجات اعلى، احنا خدنا المتوسط 1050. لو ضربت ال 1050 دول في 51 جنيه سعر الصرف النهارده تقريبا، فانت بتتكلم الطن هيبقى واقف عليك ب 53500. انت متخيل الفرق؟ بتتكلم في 22000 جنيه فرق سعر. فدلوقتي انا قدامي هناك الطن واقف عليا 53500، خليني صرفت عليه 3500 كمان مصاريف شحن ونقل والكلام ده لحد ما يوصلني هنا، يعني برضه واقف عليا 57000، فرق شاسع. الكلام ده هيديني مساحة كبيرة جدا إن أنا أشتغل، وبناء عليه هو ده الشرط الوحيد اللي إحنا من خلاله ممكن نكمل المشروع. غير كده لو هتشتغل مع تجار محليين هنا فنصيحة بلاش. وللأسف يعني أنا لما لقيت الموضوع كده دخلت أسمع على اليوتيوب، يعني قلت أسمع كام فيديو برضه كده أشوف الدنيا في إيه، ممكن ألاقي حد بيتكلم في النقطة ديت. ما لقيتش ولا حد بيتكلم في النقطة دي، والناس كلها معتقدة إن فعلا المشروع مربح جدا، وأنت بتجيب الخامة دي من هنا من مصر. طب هجيبها إزاي من مصر وهبيعها إزاي وأكسب إزاي؟ طيب أنا دلوقتي خلاص عندي المكنة في المخزن والمادة الخام موجودة وخلاص هشغل، يا ترى إيه التكلفة اللي أنا بحتاجها شهريا؟ التكلفة اللي بحتاجها شهريا أنا بحتاج من عاملين لثلاثة، قول 3 عمال، بحتاج جنبهم 2 تسويق سواق ومندوب، فكده بتكلم تقريبا في 5 عمال. لو ضربنا في متوسط 3000 جنيه في الشهر فبتتكلم في 15000 جنيه شهريا. لو انت عندك عربية يبقى ده كويس جدا، هيوفر عليك ايجار. ما عندكش عربية يبقى هنأجر عربية ببنزينها بزيتها 15000 جنيه على بعضهم كده في الشهر. هتيجي تبص لإيجار المخزن والكهرباء والمية فبتتكلم في 10000 تقريبا، لأن الكهرباء اللي هتشتغل على المكنة 220، ممكن تشغلها 220، ممكن تشغلها 380 حسب ما انت بتطلب، فاحنا هنشغلها 220. فاجمالي المصاريف دي كلها اللي انت بتحتاجها شهريا تقريبا 40000 جنيه، فانت بتحتاج في الاسبوع الواحد تقريبا 10000 جنيه. ودلوقتي خلينا نحسب انتاج المكنه في خلال الاسبوع. المكنه دي بتخرج في الدقيقه الواحده 70 كوبايه متوسط. ال 70 دول لو ضربتهم في 60 دقيقه هيديك 4200 كوب في الساعه. لو ضربت دول 10 ساعات يوميا في 6 أيام في الأسبوع هيديك تقريبا 252 ألف كوباية في الأسبوع على 6 أيام. كده المكنة دي إنتاجيتها أسبوعيا 200 كرتونة، يعني طن. طب لو حسبنا ال 200 كرتونة دول في سعر النهاردة للكرتونة الواحدة 380 جنيه، ده مقاس 7 أونز، أنت بتتكلم في 76000 جنيه. 76000 جنيه دول هنشيل منهم إيه بقى عشان نحسب إحنا كسبنا أو خسرنا؟ نحسب معايا. هنشيل منهم أولا تمن الخام 53500، هنزود عليهم 3500 مصاريف الشحن والنقل لحد ما تيجي هنا الشغل الخام، هتشيل منهم 10000 جنيه مصاريف شهرية لعمالة وكهرباء ومية وغيره، هتشيل منهم 2000 جنيه كراتين اللي هو 200 كرتونة ب 10 جنيه، هتشيل منهم 1500 اللي هو الأكياس 20 كيلو ب 75 جنيه. لو حسبنا ده كله وشلناه من ال 76000 هيطلع تقريبا 5000 جنيه أو 5500. ده الربح الصافي بتاع الطن في الأسبوع. فلو حسبنا على الشهر كله فأنت مكسبك الصافي 20000 جنيه. الكلام ده في حالة واحدة بس، لو احنا فعلا جبنا الشغل استيراد من بره من الصين. إنما لو الشغل ده هتاخده من مصر من هنا فده مفيش مكسب، ده خسارة بس. ملخص الكلام يا جماعة إن المشروع ده ينفع معاك في مصر هنا في حالة واحدة بس، إنك تستورد المكن والخامات دي كلها من الصين. إنما هتشتغل مع الناس اللي موجودة هنا في مصر، صدقني المشروع ده مش هينفع معاك نهائي.
وما تسمعش لاي حد يقول لك ان المشروع مربح بس وفيه ارباح كتير والارباح بتاعتها ملايين، والكلام ده الكلام ده مش موجود صدقوني. لان الاسعار اللي موجوده في مصر هنا اسعار باستهبال. الماده الخام هنا في مصر ما تنفعش نهائي انك تشتغل بيها، لانها مش هتكسبني، بالعكس هتخسرني. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، انا كده خلصت كلامي النهارده. يا ريت اكون قدرت اوصل لكم المعلومه مظبوطه. ولو حضرتك بتسمع دلوقتي الفيديو على فيسبوك، يا ريت تعمل لنا متابعه للصفحه الرسميه. ولو حضرتك بتشوف الفيديو دلوقتي على اليوتيوب، يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتسيب لنا كومنت على ذوقك كده، وهنرد عليك على طول ان شاء الله. وخد لك لفه كده في القناه، هتلاقي في مشاريع تانية اتكلمنا فيها، ممكن يكون في حاجه تعجبك او حاجه تلفت نظرك. سلام.